اليوم كيف ما كتعرفوا نتوما يعني كقنوات إلكترونية جادة ومعقولة، تقف على نفس الجانب من كل الأطراف وبحياد، وتتبعون هذا الملف ديال المراسل الصحفي عصام كشاف الذي تمت فبركة ملف له بإحكام تام. والإشكالية الموجودة في هذا الملف والتي نحن كفاعلين حقوقيين وسياسيين نتتبعها بجدية هي إشكالية احترام القانون واحترام المساطر القانونية واحترام المشرع المغربي. عندما أتكلم عن المشرع المغربي هو المسألة المتعلقة بمسطرة نشر برقية يعني بحث في حق أي مشتكى به تخضع لمجموعة من المساطر والقوانين، سواء كانت إدارية أو كانت قانونية، نصها المشرع ووضعها رهن إشارة الأناس الذين يشتغلون لصالح المؤسسات الأمنية ولصالح المؤسسات القضائية. لكن عند الاطلاع على هذا الملف نجد خروقات كبيرة جدا تتعلق في هذا الباب، وكما تقول القاعدة الفقهية ما كل ما بني على باطل فهو باطل ويسقط كل ما يليه. هنا كنشوفوا نعاود نقولوها قبل ما ندوزو لواحد النقطة اللي هي مهمة جدا، اللي هي طريقة بالياس على المحاكمة. كنشوفوا بأن السيد قدم شكاية نهار 13 في الشهر، نهار 15 في الشهر السيد نائب وكيل الملك عبد الموقعة اللي موقع على يعني المسطرة ديال إجراء البحث السي عبد العزيز الأكردي أعطى تعليماته من أجل إجراء البحث في تلك الشكاية، وأعطى أجلا كافيا مدته 15 يوما من أجل البحث وإفاده بنتائجه. ما قالش لهم ديروا مسطرة بحث، إفاده بنتائجه. شدوا المسطرة نهار 15 وكاع الضباط ديال الشرطه القضائيه ملي كيسمعوا الكلام ديالي والمعقولين والجادين اللي كنحييهم من هنا غيفهموا علاش كنتكلم، ملي كيشدوا التعليمات اول حاجه كيديوها كتابه الضبط داخل الدائره الامنيه باش انها تسجل بمرجع داخلي ديال المديريه العامه للامن الوطني، ثم توزع على ضابط من الضباط للقيام بالبحث. هنا كنشوفوا ان السيد نائب وكيل الملك عطى التعليمات نهار 15، نهار 15 مع الخمسة الارب عيطوا واش كان كيتسناهم ولا كان حداهم في المحكمه ولا مشى هنا اللي غيجي خصو يجاوبنا عليه السيد رئيس النيابه العامه، لانه هو المسؤول على الضابطه القضائيه. كان يعني استمعوا ليه مع السلارو، عطاهم قرص مدمج في 10 ديال الاوديوات باش يفرغوا دوك 10 الاوديوات ملي كنرجعوا للمراجع ديال الفرقه الولائيه اللي دارت بحث يعني بطريقه قانونيه وما يمكنش تلقى فيه حتى شي ثغره قانونيه، كتمشي كتلقاهم بانه ما كاينش تفريغ ديال هذوك القرص المدمج. من بعد ساعه المكانه ديال الاستماع ناضوا مشاو كيقلبوا على المنزل ديال عصام كشاف. فعلا مشاو لقاو بان داك المنزل ديال الاسره ديال عصام كشاف وكتبوها في المحضر ودونوها في المحضر، ولقاو بانه كيجي من المراه ديك الدار. فالغد ليه مع الصباح رغم انهم لقاو باش يحرموه، لان هنا حرمان من الحقوق. وملي كنتكلم على حرمان من الحقوق الكونيه والدستوريه والقانونيه المسطره في الميثاق العالمي ديال حقوق الانسان ديال 1948 والمسطره في دستور المغاربه ديال 2011 والمسطره في القانون الجنائي، حقه في الدفاع وحرمانه من حقه في الحريه وحرمانه من حقه في التنقل ومعرفه الموضوع. حكموا عليه وداروا له مذكرة بحث. الخطير في الامر هذه مسطرة يجب ان تكون مسطرة سرية، ومفروض على الضابط اللي دارها او المؤسسة التي قامت باجراء يعني ديال مذكرة بحث خصها تلتزم بالسرية. هنا كنمشيو لطريقة الاعتقال ديال عصام كشاف كنلقاو بانه تم المس بالسريه، وهناك شخص غريب عن المؤسسه القضائيه وعن الضابطه القضائيه هو الذي بلغ رجال الامن المرابطين يوم الوقفه الاحتجاجيه وعددهم تزايد 100
شرطي وأكثر من 25 شخص له صفة ضبطية، هو اللي كيقول لهم راه هذا السيد منحوس عنه. إذا هذه مسطرة معيوبة قانونيا. لكن في المقابل اليوم، جلسة اليوم كانت جلسة ممتعة، تعلمنا فيها الكثير والكثير، وتلقينا فيها دروس. وأحيي من هنا، لأن كيف ما كنشوفوا أمور سلبية، ملي يشوفوا الإيجابية نصفقوا ليها، وهذا هو المغربي. ملي يشوف السلبي ينتقدوه بعقل وحكمة وقانون، وملي يشوف الإيجابي يشد باليد الناس اللي داروا به ويشجعهم. جلسة كانت جلسة ممتعة، لا من ناحية المساطر القانونية، لا من ناحية الاستماع للدفاع، لا من ناحية القاضي قام أو رئيس الهيئة، هيئة الحكم، قام بتسيير الجلسة بشكل، أنا وحق الله العظيم وتعرفون أنني ملي حاجة كنت صريحة نقولها، حسيت براسي في أمريكا. والله العظيم اللي حسيت براسي في أمريكا، واش نقولها وما تعيبونيش، حسيت براسي في أمريكا. طريقة تدبير الجلسة، طريقة يعني حتى كتب بالضبط على الكتابة، الرسائل التي وجهت، القيمة التي أعطيت للمرتفقين، القيمة التي أعطيت للمتقاضين، القيمة التي أعطيت للمحامي. كانت جلسة ممتعة، ونحن يعني أمام هذا المسجد الجميل جدا لنا ثقة كاملة في مؤسسة القضاء وفي هيئة الحكم حتى تظهر الحق. حنا بغينا على الحق، لا نريد أي شيء، بغينا غير نطبق القانون اللي ماتوا عليه الآلاف ديال الناس قبل منا. راه ماتوا الناس بزاف باش وصلوا هذه المرحلة التي نعيشها اليوم في المغرب. فإكراما لأرواح الشهداء الذين ناضلوا من أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل المساواة، إكراما لروحهم، حنا بغينا غير القانون. إذا كان عصام كشاف مذنبا عليه أن يتلقى جزاؤه، ولكن إذا ثبت بأن هذا الملف مفبرك، وبأن هذا الملف لم يحترم المساطر القانونية وتم استعمال الشطط فيه والتعسف، فعصام كشاف اليوم موجود رهن الاعتقال التعسفي والتحكمي، أراد من أراد أو كره من كره. علاش؟ لأن سأقول لكم كلام، هناك أسماء اليوم أصبح يتكلم عليها كل العالم. ناس من كندا كيجبد سمياتهم، هم نفسهم يعني أسماءهم مضمنة في هذا الملف. من أعطى تعليمات الوضع يعني أو نشر مذكرة بحث، والملف موجود اليوم لدى قاضي التحقيق المتعلق بملف مفبرك آخر تاع الامتزاز. كاين فيه عصام كشاف وكاين فيه واحد الضحية لملف موجود لدى الفقرة الوطنية للشرطة القضائية يتتبعه السيد الوكيل العام. فنتمنى أن يكون القضاء منصفا أكثر، وأن يطلع على وثائق الملف وعلى المعطيات التي أدلت بها الأستاذة زينب خيار وهيئة الدفاع، خاصة أن اليوم شهد يعني طلب استدعاء شهود، أولهم السيد رئيس النيابة العامة بصفتها مؤسسة مستقلة، وهو الوحيد الذي لديه الإجابة. وعندما أقول الإجابة عن كيف تم نشر مذكرة بحث في ظرف لا يتعدى 12 ساعة دون أن تكون المسطرة بها تلبس أو استعجال أو أمر ماس بالأمن العام أو الإرهاب، كيفاش؟ الوحيد الذي لديه إجابة هو السيد رئيس النيابة العامة. يجي هو ولا يجي من يمثله، لأنه مؤسسة مستقلة وتسأل وعليها الجواب. ثم رئيس البرلمان يجب أن يحضر، لأن البرلمان هو أعلى هيئة تشريعية في البلاد ومؤسسة التي تشرع. تجي تقول لنا واش عندما شرعت نصوص القوانين هاد الناس هادو واش عطاتهم يعني لاكارت بلانش باش يديروا ما بغاو في المساطر، ما يحترموش القانون؟ كاينين في اللائحة شهود آخرين، ولكن هذان هما الشاهدان المهمان، لأنهم إذا أدلوا بشهادتهم ستبطل المسطرة وسيتم إبطالها وسيطلق سراح عصام كشاف بناء على العيوب التي شابتها في مرحلة البحث، خاصة المتعلقة بإفشاء سرية مذكرة البحث والمتعلقة بإعمال يعني مذكرة البحث في حقه في أجل 12 اليوم. أما ما تبقى المحاكمة كانت كأننا نعيش في أمريكا،
ولو كانت أتمنى لو كان جميع الجلسات اللي كاينه في جميع محاكم المغرب بهذه الطريقة لا أصبحنا نتكلم على ثقة المواطن في العدالة واسترجاع تلك الثقة التي هيهات وهيهات أن نرجعها للمواطن إلا بمثل السلوكات التي شاهدنا اليوم داخل هذه الجلسة.